مساكم الله بالخير، ان شاء الله تكونون كلكم بصحة وبسلامة. اليوم الاحد، اليوم احنا داومنا بس العالم كله معطل، عندهم ويكند. اليوم عندنا موضوع جديد وكونسبت جديد. هذا الكونسبت الهبانو اعلنوا عنه بال 2009 اللي هو كونسبت الجراند ريزيرفا. جراند ريزيرفا يقطف التباكو ويخزنه ويعتقه لمدة 5 سنوات. طبعا حق الاخوة الكبار، حق البراندات المفضلة مالتهم. بدأ بال 2009 الخبر مثل الصاعقة على الكل، وبدأوا بالكوهيبة ملك السوق على قولتهم بالنسبة لبعض الناس. بس هو سيجار طيب، بس مو كله طيب. الجراند ريزيرفا هي في بوكس 15 حبة، بوكس لاكر فوقه مخمل فوق. طبعا قلنا بدأوا بالكوهيبة، بدأوا عاد بأي كوهيبة؟ بدأوا بالسيجلو 6 جراند ريزيرفا، وايج 5 سنوات، وكوهيبة سيجلو 6. هذا هو، هذا الفوت، هذا تربل كاب، هذا الليبل الكامل. ثبتوا على الليبل، راح اصوره لكم على اساس العبوا ولعب بهذا والعبوا ولعب بهذا والتفاصيل، يعني شيء خطير. طبعا مثل ما قلنا صعقوا العالم، بدأوا بالكوهيبة. طبعا البوكس مثل ما قلنا يجي 15 سيجار. هذا بوكس المونتي كريستو، يجي كذي عليه واسم والتاريخ ورا، وبعدين يجي المخمل فوق البوكس. بعدين يجي البوكس اللاكر مثل ما قلنا. نراويكم طبعا قلنا يجي فوق البوكس مخمل. بعدين على اساس لا نتاخر نراويكم نضيع، بس هذا المخمر يقول كمبل شتوي مدفينه صح يعني كذي وعليه لوجوات. وهذا البوكس اللاكر 15 جراند ريزيرفا. طبعا هذا حق المونتي كريستو، ويجي له قفل والاوراق اللي داخل والكيوبن موجود، ويحط لك عدد 5000 بوكس، بس 5000 من كل براند، والرقم موجود هني الثبته. ينتجون من كل براند 5000 بوكس للعالم. مثل ما قلنا بدأوا بالكوهيبة سيجلو 6، تفاجئوا العالم. طبعا الكل مر عليهم مرور الكرام 1010 2010 2011. بعدين استوعبوا، نزل مثل ما قلنا الكوهيبة الجراند ريزيرفا سيجلو 6 250 دينار، الحين سعره 6000 دينار. نطوي هذه الصفحة 2011، جت الضربة الثانية حق الجراند ريزيرفا ونزلوا المونتي كريستو نمبر 2. سيجار ناجح عند ربع المونتي كريستو وغير ربع المونتي كريستو، الكل يفضل المونتي كريستو نمبر 2. نزلوا جراند ريزيرفا معتق لمدة 5 سنوات. سيجار وايد حلو وناجح ومزاجه حلو، بس لحين ظل بظل الكوهيبة سيجلو 6. الكل يبي الكوهيبة سيجلو. طبعا مثل ما قلنا المونتي كريستو جبار، بس لحين تحت مظلة السيجلو 6. المهم 2013 نزلوا البرتغاس جراند ريزيرفا اللي هو لوسيتانيا. البرتغاس لوسيتانيا كان ناجح بدون منازع، بس ما حد يعرفه. سيجار وايد حلو، سايزر رينجيج كل الامور طيبه، بس ما حد يعرفه. فانحط على الخريطه بجراند ريزيرفا بوكس 15 حبه للستانيا جراند ريزيرفا، ايج 5 سنوات، مزاج حلو، درو حلو. نسى العالم الكوهيبه بالدرو
بالكونستراكشن بالفليفر. العالم بدت تدور على الجراند ريزيرفا كونسبت. مثل ما قلنا لوسيتانيا اساسا سيجار ناجح، نزل جراند ريزيرفا، صعدت الاسهم، العالم كلها قام تدور جراند ريزيرفا، فتحت العيون على الجراند ريزيرفا، فصار يغل بالسوق وارتفعت الاسعار. يونا 2015 كان يعطونا الضربه الثالثه اللي هي الروميو جولييت وايت تشرشل. وايت تشرشل الكل يفضله، الاغلبيه اذا ما نقول الكل يحبون الروميو جولييت وايت تشرشل. يو الجماعه وكانوا ينزلون جراند ريزيرفا، نزلوا جراند ريزيرفا، العالم تصرقعت. هذا الوايت سيجار دروه حلو، مزاجه حلو، سايزه حلو، الرين جيج ماله خطير بالنسبه للباجين. فعمليه صارت العالم كلها تبي جراند ريزيرفا، هذا ايج 5 سنين ويتخزن ويصير اكثر. صار المعروف بالجراند ريزيرفا ينقون كل السايز الصخر، يعني السيجلو 6 ناجح بدون ما انه، المونتي كريستو ناجح، البرتغاس كان ناجح بس مو معروف، الوايت تشرشل ناجح ولا مريدين. يعني سيجار رنجة يعتبر بالنسبة للروميو شيء خطير. يو 2017 نزلوا اتش اوبمان سير وينستون. سير وينستون هم نفس وضع الليسيتانيا، السيجار وايد حلو ومعروف عند بعض مدخنين السيجار، لأن سايزه تلقونه مقارب للسيتانيا، الدرو ماله، المزاج ماله، خلطة الاتش اوبمان، فصارت العملية واو. فصار الطرح الهابانوس قام يختارون براندات وسايزات صخر يضيفوا لها المزاج لما تصير جراند ريزيرفا، فاختموها بالاتش اوبمان اللي هو سير وينستون. 2019 حاطين عينهم على الهويو، والعالم كلها تتمنى انه يكون الابيكر نمبر 2، وفي ناس تقول اللي هي جوانية عروقها بالماي تقول احتمال يكون الدبل كورونا. نتمنى الاثنيناتهم بصخر، اي واحد فيهم خير وبركه. فهذه الفكره بالنسبه لكونسبت الجراند ريزيرفا ايج 5 سنوات قبل لا يلف. براندات اللي هي البريميوم، الكوهيبا، المونتي كريستو، البرتغاس، الاتش اوبمان، الوايت تشرشل، الروميو، وناطرين ان شاء الله ختام. فاللي عرفنا الحين اتمنى ان غطينا الجراند ريزيرفا، اني عاد صورنا كل الاستيكات. المشكله بالجراند ريزيرفا صار في بعض اللي هو الفيك، وعشان كذي رويناكم البوكس. الجراند ريزيرفا يي 15 سيجار داخل البوكس، يي البوكس لاكر، يي مخمل، ويي فوقه البوكس الخشب وعليه تاريخ. الاشكال الثاني ان احتمال السيجار يكون مو مخزن. السيجار ليش ما اقول انا دائما اقول عينك ميزانك. مر علي مونتي كريستو السيجار يكون ميت، يكون نشف وراح ورده ورطبه، فتحسه ما يشجعك انك تشتري. فدائما عينك ميزانك، مو دليل ان جراند ريزيرفا انه يكون زين، احتمال يكون السيجار ميت والسيجار يموت، حتى الماء يموت، واثبتوا علميا ان في ماء ميت. الفكره كلها من هذه البوستات انك تتسلح بالمعلومه وتروح حق المكان وتطالع وتعرف شنو قاعد طالع، لان فيها وايد ثغرات العمليه. خاصه السيجار اللي مبالغه غاليه لازم تركز وتعرف تشوف الليبلات كلها سطره واحده، تشوف الديتيل مال الليبل، تشوف حتى لو في اللزقه مو صح لا تاخذه، تشوفه باهت وميت لا تاخذه. بالنهايه اتمنى بوست الجراند ريزيرفا يعجبكم، وسلحناكم بالمعلومات، واسعدني وجودي معاكم.
وهذا يعتبر توب الكيوبن بالنسبة للسيجار المعتق. ان شاء الله تحصلون وتستمتعون فيه وتشاركونا. شكرا على تشجيعكم وشكرا على تفهمكم وعلى الأسئلة الحلوة، وتصبحون على